السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنا هنتكلم على الصفقات بالنسبة للأندية، في 3 أندية معنيين بالأمر بالنسبة لبطولة الدوري، ودول اللي كانوا بيلعبوا أكتر على الصفقات الشتوية. النادي الأهلي كان المفروض إنه يعمل صفقات، لأنه داخل على كأس العالم، عاوز مجموعة لعيبة، عاوز كمان تجديد دماء بالنسبة لبعض اللعيبة اللي ما بيأدوش بشكل كبير جدا، عاوز يخلق منافسة في آه، في دكة البدلاء. علشان كده طبعا كان محتاج راس حربة، جاب جرادي شاب اللي هو لعيب، انا وجهة نظره مش راس حربة، هو لعيب 9.5، وما زال الاهلي محتاج لراس حربة. مصطفى العيشي كقلب دفاع، احمد رضا قلب دفاع، اشرف بن شرقي كمان صفقه. انا شايف وجهه نظري شخصيه ان لسه قدامها وقت كبير جدا ليرجع لمستوى اشرف بن شرقي بتاع الزمالك، قدامه كتير جدا جدا، محتاج كم كبير جدا من المباريات عشان يرجع تاني لاشرف بن شرقي، لانه من ساعه ما خرج من الزمالك وجهه نظري شخصيه انه ما لعبش كوره او ما اداش بشكل او باسم اللي كان موجود في نادي الزمالك. الزمالك طبعا الاهلي محتاج راس حربه تاني عشان كاس العالم للانديه. عنده محمود حسن تريزيجيه، عنده حمدي فتحي لعيبه نص الملعب، قوى نفسه انما عمليه تغيير جذري، عمليه احلال وتجديد محتاجه وقت، ومحتاجه كمان بعض اللعيبه اللي هي عندها شخصيه واسم النادي الاهلي. الزمالك طبعا محمود جهاد وجهه نظري صفقه كويسه جدا، احمد حسام نفس الموضوع، صلاح الدين مش عارف، ما شفتوش صراحة. احمد الجحفلي تابعته شوية، ولكن برضه محتاجين وقت كبير جدا عشان يخشوا في منظومة نادي الزمالك واسم نادي الزمالك. الزمالك محتاج لراس حربة، محتاج للاعب ارتكاز، محتاج لقلب دفاع، محتاج لباك رايت تاني يلعب، يكون موجود على الجبهة اليمنى. كل دي امور. الصفقة الاهم في مشوار نادي الزمالك هي زيزو. هل هيتم التجديد له؟ هل هيتم تمديد العقد معاه انه يلعب في نادي الزمالك؟ انا شايف ان هيبقى خساره كبيره جدا لزيزو ان يمشي من الزمالك، لان الزمالك اسم كبير جدا في المنطقه العربيه وفي افريقيا، وخساره كمان لنادي الزمالك لان بديل زيزو في مصر مش موجود، حتى على مستوى افريقيا. لعيب عنده امكانيات فنيه عاليه جدا، لعيب عنده شخصيه، لعيب بيحب نادي الزمالك، وبالتالي لابد ان الفريقين او الاثنين اذا كان الزمالك وزيزو يتقابلوا في نقطه معينه، وده جزء من شغل اللجنه الفنيه. بيراميدز نادي لم يحقق صفقه واحده في الفتره الشتويه، ده دليل قاطع ان عنده فرقتين بيلعبوا على بطوله الدوري، بيلعبوا على دوري الابطال. عنده امكانيات وعنده رزنامه او عنده روزه ممتازه جدا جدا. ده اللي بيخلي بيراميدز في التوقيت الحالي وفتره شتويه ما عملش اي صفقه، ودي من النوادر منذ ان تم انشاء نادي بيراميدز. كنا دايما نشوف صفقات في الفتره الصيفيه وصفقات في الفتره الشتويه. المره دي لم يحقق صفقه واحده، ما معناه ان الفريق يمتلك عنصر او عنصرين او 3 في كل مكان في الملعب. ده اللي منجح نادي بيراميدز في الفتره الاخيره انه يكون متصدر الدوري، انه يكون المنافس الاشرس على بطوله دوري الابطال. الاستقرار الفني اللي موجود مع كورنجيتش كمدير فني، وده بيخلي بيراميدز في الوقت الحالي هدوء كبير جدا جدا، وكمان اللعيبه بدات تشتغل، واوضه اللبس بدات تستقر بشكل كبير جدا. انا شايف ان بيراميدز منافس خطر على بطوله الدوري الاهلي والزمالك، منافس خطر للنادي الاهلي على بطوله دوري ابطال افريقيا، وليه لا نتمنى نشوف الفريقين في الفاينل. صفقات الزمالك الاهلي أنا وجهة نظري هديها 6/10، صفقات الزمالك هديها 4 أو 5/10. بيراميدز ملوش أي أرقام لأنه طبعا لم يحقق صفقات. تحياتي وبالتوفيق، وإلى اللقاء في فيديو آخر.